واللي ما قدرتش عليها هي العنف. هي العنف ديال الولد اللي كان كيبغي يمارس معايا الجنس. وباه كاين باه ملي كنت كنقول له سي يوسف شوف ولدك شنو كان كيدير لي، كيقول لي وانت اصلا لا صالحه راكي مطلقه. قلت له انا الا كنت مطلقه انا مرا شريفه وداخله سوق راسي ومحترمه راسي وكنخدم بشرفي على ولدي وعلى عائلتي. ما جيتش باش نمارس الولد مع الجنس مع ولدك ولا معاك ولا مع اي واحد. الولد كيشدني من شعري كله قطعوا لي، كله حيد لي الشعر اللي فوق راسي كله، كيشدني ينتفني ملي ما كنبغيش نخليه ينعس معايا، كيشدني وكيحيد لي شعري. وانا كنغوت في البيت وباه كيسمع. وكون ما كانوش الجيران اللي هما نصارى اللي نقذوني منهم، وشفت بنت الجيران الشرجم وعطيتها النمره التليفون بالحرف واخا ما كنعرف لا فرونسي لا والو، عطيتها النمره ديال التليفون وهي اللي اتصلت بالجمعيه وعطاتهم نمرتي والجمعيه اتصلوا بيا وبداو كيعاودوا لي، بداو كيسولوني على شنو هو المشكل، وبديت كنحكي لهم حتى النهار اللي هو غادي نخرج فيه. والسيدنا غادي يرضى بهذا الشيء يسمعوا. ومني كنت كنهضر معاها على ولدها ومشكله كتقول لي نتوما الخدامات كذابين كتكذبوا، وإلا هضرتي وقلتي هادشي وحليتي فمك غادي ندخلك للحبس. ملي قلت لها علاش اشنو درت لك، كتقول لي غادي نقول لهم هضرتي في الملك. انا غادي نقول بلا غنرفع عليك دعوه بلا هضرتي في الملك. انا كنت كنقول لها بالعكس انا ما غاديش نهضر فيه لان هذاك با اللي ما ولدنيش. كون يسوق الخبر على هادشي اللي دايره فيا راه علم الله هو اللي غادي ياخذ لي حقي. ما يمكن لي لا نرتاح. المحل اللي كنت كنعس فيه ديبارا ماشي محل، غير الحاجه اللي زايده حاطاها فيه، لا تلفازه لا ماكله لا شراب. الماكله كناكلها مسروقه، نطيبها بيدي وناكلها مسروقه. والنعاس فين ما نجي فاش نسالي شغالي ونمشي نعس ونقول غادي نرتاح، حتى كنلقى الولد حيد حوايجي ودخل معايا في الفراش مني ما كنبغيش كيضربني. هادشي اللي كاين والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في هاد الناس اللي ما كيعرفوش بقية بلاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل.